ليش ما رحت على فرح؟ اني اول شي فرح قلت انا وياها انتهينا وخلص هذا الموضوع، وكل من راح بحال سبيله وكل من الله يوفقه بطريقه ان شاء الله، وان التوفيق للجميع، لا لي علاقه بيها ولا لها علاقه بي. اثنين، انا مره سالت على فرح، فعلى ليش يعني دا اروح لها المستشفى يعني اوكي حتى ذا هاي باللايف اني، وقلت لها الحمد لله على السلامه، يعني ما يحتاج الا اروح ولا ازور وهاي. ثلاثة، أنا مرة سألت على فرح قالت أحمد ما عاد تحكي معي لأنه أنا مخطوبة، خطيبي ما بيرضى. فهذا السبب يعني أتمنى من العالم إنه يتفهمون هي وضعها وحياتها الشخصية، ويعرفون أنا حياتي الشخصية. ليش يعني نخلق المشاكل للطرفين؟ ما يحتاج نخلق المشاكل للطرفين يا حبايبي أنتو. فالبنت ممكن راح تنخطب، ممكن مخطوبة، ممكن عندها حد بحياتها، فلهذا السبب حبايبي لا نخلق المشاكل لا إلي ولا إلها. هي بطريقها وانا بطريقي. وثلاثة، اني اكيد من راح يصير شيء اكيد راح انطيكم علم، واكيد راح اخبركم، واكيد اذا ارتبطت راح اقول لكم، ما راح اغبي شيء عنكم يعني ابدا. ابدا يعني لا تفكرون اليوم يصير شيء واني ما اقول لكم بيه، مستحيل مستحيل. حتى اذا ارتبط، ولو اني قايل انه حياتي اذا ارتبط ما راح اعلنها على السوشيال ميديا، بس ما يخالف راح اقولها لكم عمود بس تعرفون وترتاحون. والله يا حبايبي ما ادري، بس قلت لكم يجوز هي مثل بنيه بحياتها احد الله يوفقها. صراحه اتمنى لها كل الخير وان شاء الله موفقه في طول طريقها. اثنين، اعتقد يعني ما يحتاج نكبر هذا الموضوع كله، اعتقد فرح مسويه عمليه تجميل يعني في جسدها، مو مسويه فد عمليه كبرى وما ادري شنو، يعني ما يحتاج نكبر هاي المواضيع وان الامور وما ادري شنو. يعني كل ما اشوف الرسائل اللي تجي حسبالي احد ميت، والله حسبالي فاتحه، حسبالي صايره شيء. فحبايبي خلونا رجاء 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 رجاء، انا الفانز مالتي كلهم احبهم واحترمهم لان هم مثل عائلتي، وارجع واقول الفانز اللي يتابع لاحمد مثل عائله احمد، انا احبهم مثل عائلتي، خلوها بذانكم هاي. اثنين، الناس اللي تحب احمد ما تحكي على اي احد، هذول ناس مو من عندنا ولا نعرفهم ولا 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 ابدا ابدا. فاللي يحب احمد ما راح لا يغلط على احد ولا يمس احد بحكي ولا يحكي على احد. فرجاء رجاء خلونا بعيدين عن هاي الامور حبايبي انتو، وما نريد بس الله يستر علينا والله يكفينا شر اللي يدوسنا على طرف. ما نريد احد يدوسنا على طرف ولا نريد شر احد.